السلام عليكم. انا عندي مشكله مع شركه تامين السيارات. خذت سيارتي ويطالبوني بمبلغ 10451 ريال. 8 شهور عندهم السياره، احترقت سيارتي وانا طالع الدوام. في ناس وقفوني قالوا انتوا ايش عندكم؟ قالوا السياره تحترق، وان السياره فيها خلل مصنعي. فوقفت انا وطفوها جماعه الخير وما قصروا. فكلمت الدفع المدني قال السياره طافيه، قلت ايه؟ قال كلم المرور يعطيك تقرير ودى التامين. كلمت المرور وجاء كتب لي تقرير. وديت المرور وديته للتامين، فاخذوا السياره وخذوا الاوراق. قعدت 8 شهور رايح جاي. انفصلت من دوامي وعن راتبي 4000 ريال، وفي النهايه شريت لي فورد مخبط ورب الكعبه انه ب 2000 ريال عشان اروح الدوام. تفاجأت قرار الفصل جاء. انا ابغاها توصل عدد اكبر مشاهده، ابغى اخذ حقي. تكفون يا جماعه الخير، ابغى اخذ حقي. فلوسي راحت وسيارتي راحت مع اني مأمن 5 سنوات. حسبي الله عليكم، تسببتوا في فصلي، وتسببتوا في اخذ سيارتي ولا اعطيتوني اياها وتطالبوني بمبلغ. انا ابغاها توصل عدد اكبر مشاهده ورب الكعبه انه فورد مخبط. ابغاها توصل عدد اكبر مشاهده. تكفون وصلوها للي ابغاها توصل عدد اكبر مشاهده، ابغاها توصل للمسؤولين. تكفون يا جماعه الخير، انا ناصيكم. تكفون، انا ناصيكم.